بأسمائك اللهم أقسمت داعيا بجملة ما أثنى عليك أولو الثنى فيهو أفض من نور سر الهوية ويا رب في حجر الدلال فربنا وأدخلنا يا رحمن ساحات رحمة رحيم على العرش الجمال فرقنا مليك وقدوس سلام ومؤمن فأسري بروض القدس روحي وعقلنا مهيمن هيمن في المقرب ذكرنا عزيز وجبار فمزق لحجبنا وألبسنا ثوب المجد يا متكبر ويا خالقا حسن لخلقي وخلقنا ويا بارئ اجعل لي لديك براءة من الغير واشفي يا مصور سقمنا ويا حي يا قيوم احيي قلوبنا وبالعزة العظمى معز اعزنا مذل فذلل لنا النفوس الجوامح سميع بصير فاكفنا ما يهمنا ويا حكم ما لي سواك لشدتي أغثني أقلني إنما أنت عدلنا لطيف فداركنا بألطاف رحمة خبير فأخبرنا حقائق أمرنا حليم عظيم العفو أنت ذخيرتي غفور فبالغفران والحلم غطنا شكور أنلنا الشكر والخير والرضا علي كبير فيك أعلي طريقنا حفيظ مقيت فاكفنا وتولنا حسيب جليل كن ملاذي وحسبنا جميل كريم جد إلهي بتوبة علينا وشرف يا مجيد شؤوننا ويا باعث ابعثنا إماما ورحمة شهيد وحق فيك قوي شهودنا وأنت وكيل اجعل عليك توكلي قوي متين في المحبة زجنا ولي حميد قول حمدا عوالمي ومحصي فلا نحصي الجميل ولا السنا ويا مبدئ الإنعام بالفيض عمنا ويا حي يا قيوم أحيي قلوبنا وصلي وسلم على خير خلق الله سيدنا محمد اسمه دواء سيدنا النبي مش حد صلى عليه ليه كان واحد داخل على جد الشيخ أحمد رحمة الله عليه كان له مجلس ليلة الجمعة خصيصا في الصلاة على النبي وكان يدعى إلى العلم فدخل متهكما كل ليلة الجمعة مش وراكوا غير التهليل والصلاة وصوتكوا عالي فأجلسه الشيخ رضي الله تعالى عنه وعن الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها وقال قصيدته المشهورة اللهم صل وسلم على رسول الله نبي الهدى صلاة نفوز بها في غدا ونسعد بها ونكيد العدا
ونسعد بها ونكيد العدى، ونسعد بها ونكيد العدى. صلاة تفوق جميع الصلاة عليه مكررة سرمدا. عايز ايه يعني؟ عدد الحصى والثرى والرمال وموج البحار وقطر الندى بس، واعداد شعر ورش الطيور وانفاس خلق بطول المدى، وعدد الملائكة القائمين كذا الراكعين مع السجدة، وعدد حروف الكتاب الذي اتانا وكنا به نهتدى، وعدد الصلاة وفضل السلام ونور الصباح اذا ما بدا، وما هب ريح على بلدة وما طار طير وما غردا، والفي صلاة والفي سلام على احمد محمد نبي الهدى. فالصالحون كان لهم مع الله احواء. ثم اما بعد، في هذه الساحة المباركة عمرها الله وجملها ونورها وكملها، على رأسها شيخها المبارك هذه الذرية الطيبة المباركة، مع هذه الدوحة من سادتنا مشايخنا وعلماءنا المحفوظين بحفظ الله لهم. التقي بحضراتكم ولا عنوان لهذه الكليمات، وإنما هي أحوال وخواطر. فكم تحدثنا كثيرا، وكم تحدث المتحدثون، وما أكثر الكلام. أول خاطرة بعد ما تصلي على سيدنا النبي، احفظ هذا الكلام جيدا. اعلم أن التربية الروحية الصوفية قد ثبت أنه لا مجال لاستقرار الإسلام في بربوع الكون إلا بها، لأنها صادقة ومخلصة. يبقى لا مجال للشك أن كل الدعوات ترجع للخلف، أما دعوة أهل الله فإنها إلى الأمام بشرط الحب. فإن آفات التصوف كما أراها كثيرة لا حصر لها. كم نادينا وكم تعبنا وكم ألمنا وكم مرضنا وكم تجنى علينا الخلق بلا أدب وبلا معرفة. مقام التصوف وأعلى مقام لسيدنا النبي عايز رجالة. فما نشر التصوف في بلاد الأمريكان أو في بلاد روسيا، شيشان اللي كانوا عاملين فيها المؤتمر اللي عدى ده 100% منهم أهل تصوف، فيش فرد واحد بعيد عن المحبين لآل بيت سيدنا رسول الله. اعرف التاريخ واعرف الواقع. ما نشر الإسلام في أفريقيا بأسرها إلا من قبل أهل الله طيبين المؤدبين المخلصين، مش اللي عندهم نفس رغبات. لا عمره أبدا ما التصوف التجربة.
ولا اللي يخش مدرسة زي مدرسة مشايخنا يجرب منهم 5 كده ويتعلم ويطلع يقول أنا شيخ، برضه مش كده، ولا بالتعليم ولا بالكتب ولا بدراسة الفقه أبدا. ده هو اصطفاء من مين؟ إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ليه يا رب؟ أني حق نظام. يبقى أول خاطئ عايز أوصله لحضراتكم، لو اتبعنا منهج الحقيقي، لو اتبعنا منهج التصوف الحقيقي لصار الكون كله في سلام إلى يوم القيامة. أمال الجماعات التانية فرخت إنه جماعة النصرة، جماعة داعش، جماعة أهل مش عارف ايه، جماعة بيت المقدس، جماعات لا حصر لها. وقد جاء اليوم الذي ثبت فيه أن الجماعة الوحيدة التي تسير على منهج الله ورسوله هم جماعة أهل الله تعالى، محبي آل بيت سيدنا رسوله. التصوف بمعناه الشامل والكامل. يبقى الخاطرة الأولى إذا كان الدنيا دي عايز ينصلح حالها تتبع منهج التصوف. 2 أسيادنا ومشايخنا وعلمائنا وسادتنا من كبرائنا في التصوف الإسلامي في حقل التصوف عايزين يرجعوا إلى أنفسهم بعض الشيء، يقعدوا مع ضمائرهم ويحسوا أنهم مسؤولين عن قطاع كبير لا حصر له، وأنهم سيسألون عنه أمام مالك الملك وملك الملك. فأن يجعلوا غايتهم الله ومقصدهم الله ومطلوبهم الله. بمعنى واحد معه بريزة يوصل لعند المجلس يجيب خلاف وهو لا يحسن الوضوء، لو قلت له فرائض الوضوء من سننها ايه وبنصبه شيخ بحفنة جنيهات، هذا الكلام منتشر لا حصر له. وإذا أردت أن تراه زرني الجمعة القادمة وأوريك خلافات، ولا أريد أن أذكر طرقا بعيني، إنما عايزين الرب، عايزين نعلم، عايزين نوجه، عايزين مش تبقى مفتوحة كده لكل من هب ودب، كل اللي يقعد يتكلم باسم التصوف ومش عارف كلمة تصوف جايه منين ولا مصدرها ايه ولا مشتقاتها ايه ولا الطريق دي مبني على ايه ولا عارف حاجة. فبذلك حينما يسأل او يتكلم بغير علم. كل من قربوا لنا الإسلام من عصر رسول هذا اليوم كلهم متصوفون. يا عم الشيخ انت بتقول ده كان مصطلح التصوف مش موجود، بس كان معنى التصوف عندهم في أخلاقهم، في أحوالهم، في سيرتهم، في أدبهم، في تواصلهم، في عشقهم، في مودتهم. فالتصوف خلق، فما زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. هذه هي الرسالة الثالثة. الرسالة الثالثة وده مسؤول عنها وبيحضرنا من أكابر مسؤول التصوف في مصر فضيلة الشيخ عامر شعبان، ينقل هذا الكلام على لسان. أنتم مسؤولون أمام الله عنه. هو ليست احتفالية في سيدنا الحسين يتجمع لها 200 300 أو في السيدة نفيسة وخلاص. ده منهج، ده منهج عزم يرصف الأرض
عايز تعب، عايز جهد، وهنسأل عنه لأنه هو المنهج الحق. فين منشوراته؟ إذا كان أنا كنت بزور سيدي أحمد البدوي السنة اللي فاتت في المولد الكبير، وأنا داخل الضريح عقب صلاة الجمعة، بنات منقبات وشباب يوزع منشورات ضد سيدي أحمد البدوي داخل المقام، وهذه المنشورات مبسوطة تحت يدي حتى الآن في معاقلنا. بتعملي يا حاج؟ تقول له انا بوزع لبن. حرام عليك. طب خدي ده خلي ابنك يجراها لما تروح. واقفين في قلب المقام اقسم بالله انا حافظ على تراثي، حافظ على منهجي اللي هو اصلا الاسلام، لان احنا اهل الاسلام الحق. رسالة ومن يسمح لهؤلاء أن يأتون في بيوت، هب أن إنسانا دخل الآن إلى هذا المكان وأخذ يوزع منصورات ضد الاحتفال أو ضد التجمع على الطاعة أو ضد هذا لا يجوز. يبقى دي مسؤولية الناس اللي هم نصبوا أو نصبوا من قبل الساسة أو غيرهم ليكونوا أئمة لنا في الدعوة إلى الله عز وجل. هذه الرسالة الثالثة. الرسالة الثالثة فيش حاجة اسمها ده دول قادرية ودول شاذلية، دي مشارك، إنما كلهن كيان واحد. نفسي ومنى عيني قبل ما اموت الاقي حقل التصور. الكلام ده اتكلمته مع الشيخ عامر من كام سنة، وربنا يعزه بقاله كام سنة مش سهل علينا. واخد بالك يا حبيب سيدنا النبي؟ قلت مش في فرق بين برهانية ولا شاذلية ولا حصافية ولا هيكلية ولا دسوقية ولا برهامية ولا برهانية، كلهم مدد واحد جاي من عند من؟ ما تسمعني من عند من؟ الله. ليه محفلنا؟ ليه محفل زي اللي احنا فيه ده بجلاله وجماله بصفوته الراشدة؟ ليه مش يبقى لا يقل عن نص مليون واحد؟ احنا مش شوي. تعرف يا حبيب سيدنا النبي حكمة صلاة العيدين في العرائر؟ ده اصل سيدنا النبي ده كان استاذ عارف بيعمل ايه. ما هو دي المحفل السنوي، دي المولد السنوي اللي بينعمل، مولد صغير ومولد كبير زي الرجبية والمولد الكبير. طلعهم بره ليه؟ بيفتح طالع يفتح الساعة، ما الجوامع مالية الدنيا، وانت قلت ان الصلاة في مسجد بجد كده. طالع بره ليه يا سيدنا النبي؟ قال انا بوري الناس عداد المسلمين. الحائط ايوه تعالى انت حائط احضري، ما تصليش ادعي واحضري وخدي البركه. انت نفساء احضري، انت بنت صغيره احضري، شاب كبير احضر. عشان كده كيان الاسلام يظهر. احنا موجودين اهم، اللي بيدافعوا عن الباطل متمسكين بيه وهم على باطل، وهم ماشيين على سكة مش مستوية، متمسكين في الباطل بتاعهم وموتوا روحهم وبيفجروا في البلاد وبيفجروا في العباد وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خد بالك يا حبيب سيدنا النبي، وبأموال طائلة لا حصر لها بتنفق عليه. من باب أولى أهل الله هم اللي يبقى لهم مكان، يبقى لهم كيان. ما تيجي يا عم الشيخ نروح نحضر المجلس بتاع سادتنا البرهامية في برقين، يقول لك يا عم اصلاني رفاعي مانيش راي.
والتاني يقول لك اصلاني مش عارف قوقتي مانيش راجل. ليه يا حبيبي؟ من الذي قال هذا؟ روح واخدم وشيل النعال على رأسك. هو دي طريق التصوف. في كل مكان ان يراك حضرة الحق قائما لأمره في كل مكان وكل زمان. يعني عايز اقول تجمعات اهل الله لا بد ان نحضرها جميعا بكل طاقة. ان استطعت ان تبذل مالا فابذل مال، تبذل من وقتك ابذل من وقتك، من صحتك ابذل من صحتك. حد بنتك وابنك والطالب اللي بيدرس في الطب والبت اللي في الصيدلة علمه، وجهه، رشده، قول لهم سكة ربنا اهي، طريق ربنا اهو، دي طريق المعرفة، دي طريق النور، دي طريق العلم، ده طريق الادب، ده طريق الاخلاق، حتى نرسي مجتمعات فاضلة طيبة بنت اخلاقها على التصوف وعلى العلم. الرسالة الاخيرة ولا اطيل على حضراتكم، اياك ان تغرك نفسك. مش كل اللي سحب كتابين وجري مقالتين يبقى هو صرخ راس عالم وشيخ. لا ابدا ابدا ابدا. تعلم، اتثقف، اتوجه، بس اعرف بابك فيه. انما حروب طاحنة ولا مجال للكلام هنا، فإن النفس تألم ممن وصلت إليه العقول. ما رأيت طريقا في طرق أهل الله منذ وفاة والدي إلا وفيه انشقاقات واختلافات. وممكن اجيبها لك طريق من اول جماعة ابو العزايم وانت داخل على الحمدية الشاذلية وانت جاي على البرهانية والبرهانية وانت لافف كده على ابو هيكل يمتنا، على ابو فودة يمتنا، على 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 لا حول ولا قوة الا بمن. تعرف ليه؟ الناس الزم، تأدب، تعلم. انت جاي بتحارب في مين؟ بتحارب في نفسك ولا بتحارب في طريقك ولا بتحارب في منهج ربنا؟ اللي بيولي ربنا ممكن المجلس ده هو كله من اوله لاخره يبقى اللي صاحب فيه واحدة ست، وعلشان خاطر الست اللي قاعدة الطيبة ده كل المجلس ده هيطلع مغفور له. ممكن علشان واحد مسكين، مش ممكن علشان الشيخ محمد عشان تلفعته بيض. هي مش كده. تقييم حضرة الحق غير تقييمنا احنا. حقل التصوف مش كبير ولا صغير، احنا كلنا احباب، ولكن لنا رموز بنحبها وبنوقرها لتوقير الله لها ولتوقير الدين لها. بتحب طريقك اخدم طريقك، بتحب طريقك ادعي لطريقك، مش تعمل فرقة ولا تعمل نبذة ولا تعمل اختلاف بحفنة. واخد بالك يا حبيب سيدنا النبي؟ خرج الرجل في الحامدية الشاذلية من أكثر من سنة، حضرت هذا اللقاء مع المرحوم الشيخ حامد سلام الراضي رحمة الله عليه، وقال لك أنا جاي لي رسالة من الشيخ الكبير إن أنا شيخ الطريق ده. الراجل بيقول له طب واحنا نعمل ايه؟ ما نبقى سوا نشتغل. قال لا، انت تتنحى وتقعد وأنا شيخ الطريق. كان مريد من المريدين. واخد بالك يا حبيب سيدنا النبي؟ فآفات التصوف وآفات النفس شديدة. عايز اقول ان منهج التصوف منهج حب، منهج اخلاق، منهج ادب. عايز اقول للمتسلفة
ابدا مش هتجاملكوا دعوة الا ان خدتوا ادب اهل التصوف والسماع والرجاع والنور اللي بيخرج من على الجبال، تلاقي نور لروحه كده، صاحب البصيرة يراه والمعمى الاعمى ابدا 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 لا يراه. واخد بالك يا حبيبي سيدنا النبي؟ بقول للاخوان ان كنتوا عايزين تبنوا دولة، شيخكم حصافي شاذلي كان كل جمعة يصلي في سيدي ابراهيم الدسوقي، كل جمعة هو الشيخ احمد السكري بصحبته يروح يقول لا اله الا الله لا اله الا الله. ربنا عمل له دولة، لما الدولة انحرفت عن مجالها وقعها ربنا. وقعها مين؟ ربنا. اصل الذي يملك زمام الامور في الكون كله هو من؟ اسمعني، هو من؟ الله. كل الجماعات الساحة مفتوحة الآن في جميع دول اوروبا لأهل التصوف. الناس خلاص تعبت، البشرية تعبت من المادية الضالة الطاغية، عايزة أرواح، عايزة أرواح، عايزة نور، عايزة قلوب يا حبيب سيدنا النبي. كان سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه بيسافر سيدي أحمد البدوي، كان شيخ الجامع الازهر يعني امام المسلمين في عصر، مش كان راكب عربية زي حالتي واحد بيفتح له العربية، امال ايه؟ كان بيسافر في القطر وليجي واحدة شايلة سبت واخدة في خدمة شوية عيش وشوية سكر وشوية شاي، بقول فحملت عنها خدمتها وقلت لها بحق البدوي ادعي لي، فقالت له انت اسمك ايه؟ قال لها بس ادعي لي، شددها وبس. دي سيدنا الشيخ عبد الحليم، ادي اهل التصوف، ادعي لي. قالت له انت هتبقى رئيس بعثة الحج السنة. يقول الشيخ وقد جاء لي منشورا من رئاسة الجمهورية انهم قد اختاروني رئيس بعثة الحج في هذا العام عقب عودتي من سيدي احمد البدوي. ابدا 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 العز كل العز في طريق اهل الله، والذل كل الذل في البعيد عن سكة ربنا. بس محتاجين متصوف فاهم، متصوف مجمع لا يفرق، متصوف يبقى عارف هو بيعمل ايه وبيقول ايه، ولا ينصاع لكلام الناس. جرب انت، كل ما تجرب على ربنا شبر ربنا بيجرب عليك زراع، بتجرب على ربنا زراع ربنا بيجرب عليك داع، بتروح ماشي لربنا ربنا بيجيلك جاري. وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببت خلص. كان سمعك وبصرك وايديك ورجليك وعينيك. يا ابني من ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف سار، ومن سار حار، ومن حار تجلى له الملك الغفار. طريق القوم اقول ايه ومعي مشايخ، اقول ايه والكلام ده كله احنا متعلمينه من المدارس اللي قاعده دي. اقول ايه؟ اهي احوار من ادبهم بقولوا قول اللي انت عندك. واخد بالك يا حبيب سيدنا النبي؟ الجلسه ده هختم اهو بحديث سيدنا النبي الذي رواه الامام البخاري والامام مسلم في صحيحيهما، ان ربنا له ملائكه موظفه عنده. ما كل الكل موظف عند مين؟ مش حد برد عليه، عند مين؟ ايوه كده، اسمه دواء الله. شغلتها ايه يا سيدنا النبي؟ الملائكه دي يقول الملائكه دي متخصصه تبحث عن الذاكرين.
دور على أهل العلم، أهل الذكر، أهل الفكر، أهل الأدب، أهل النور، أهل التواضع، أهل السماحة، أهل الرجاء. يقول سيدنا رسول الله: فإذا وجدت مجلسا يذكر فيه اسم الله أو يصلى فيه على رسول الله تنادوا. الملائكة ترفع السماعات التليفونية. التليفونات دي موجودة من زمان من زمان من زمان. أنا قعدت مع ناس والله العظيم كانوا يبقوا قاعدين كده: انت فينك يا شيخ عامر؟ ما بتجيش ليه؟ 5 دقائق الشيخ عامر تلاقيه جاي ايه؟ صاروخ. يا عمي بالراحه، بجنادي عليا بالراحه. ولا نت ولا فيسبوك ولا يوتيوب ولا واخد بالك يا حبيب سيدنا النبي. رجاله مش عيال. احنا عايزين الرجاله دي، احنا عايزين نسود العالم كله بعلمنا، بأدبنا، بتراثنا العالي. فيش تراث في الكون كله زي تراث أهل الله، تراث سادتنا المتصوفة رضي الله عنهم أجمعين. فسيدنا النبي بقول الملائكة اتنادي بعضيها: هلموا قد وجدنا بغيته. فين؟ في برقين. فين تحديدا؟ في مزرعة سيدنا الشيخ عقيل مصر. بيعملوا ايه؟ بيصلوا على سيدنا النبي، بيدرسوا العلم، بيتبازلوا، بيطعموا الطعام، مجتمعين على الطاعة، بيأدوا الغاية اللي انت عايزها في الخلق. فيقول ربنا: يا ملائكتي وماذا يطلبون؟ ملائكة واعية وبتفهم. قول ما انت شايفهم وعارفهم وعارفين هم مجتمعين ليه. انت اعلم بهم انهم يطلبون رضاك والجنة. فتصلي على سيدنا النبي، صلي على المصطفى، صلي على المجتبى، صلي على المقتدى، صلي على المرتضى، صلي على امام كل امام، صلي على بدر التمام، صلي على سراج الظلام، صلي على سيد الانام، صلي على سيد الانام، صلي على رفيع المقام، صلي على سر ملكوت الاسماء، صلي على الذي خلع خلع التشريف على الانبياء، صلي على افضل عبد لك في الارض والسماء، صلي على صاحب الطلعة الغراء، صلي على من تفتقت في نوره الرياض، صلي على صاحب الكاسات والحياض، صلي على الحبيب المحبوب، صلي على الطالب والمطلوب، صلي على الخاطب والمخطوب. اللهم صل على من عليه صلى، من اقمته لك ظلا في الليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، سيدنا رسول الله. بيقولوا ايه الناس عند الشيخ اكرم؟ عند سيدنا الشيخ عقيل. ما انت شايفهم يا رب يذكرونك ويسبحونك ويمجدونك ويصلون على النبي. وماذا يطلبون؟ برضو انت عارف هم انت الغاية، انت الوجه، انت المطلوب، انت المعبود، انت المقصود. الا ايها المقصود في كل حاجة، شكوت اليك الضر فارحم شكوتي. الا يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي، انت تغفر ذنوبي وتقضي حاجتي. اتيناك باعمال قباح رديئات، وما في الورى وما في الورى وما في الورى عبد جنى كجنايتي. اتحرقني بالنار يا غاية المنى، اين رجائي فيك اين محبتي. ومما يتعوذون، حديث بين الملائكة وحضرة الحق والمبلغ سيدنا النبي، انهم يتعوذون من غضبك والنار. هم شافوا الجنة؟ تقول لا يا رب، هم لو شافوه لكانوا اشد لها طلبا. هي دي الجنة. اللي عايز يشوف جنة الدنيا هي المجالس ده. سيدنا النبي قال فيها كده: اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا فارتعوا فارتعوا. قيل وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، وفي رواية حلق العلم، وكلاهما واحد.
طب هم شافوا النار مش شافوها؟ طب لو شافوها لكانوا أشد الناس فرارا عنها. ثم يقول حضرة الحق للملائكة: اسمع يا ست، اسمع يا سيد، اسمع يا أستاذ، اسمع يا عم، اسمع يابا، اسمع شوف ربنا هيقول ايه للملائكة، لأن دي ختام الدرس. قول لهم ربنا سمعاني أشهدكم، ربنا هيشهد الملائكة على نفسه. الحق يشهد الملائكة على ذات. تشهدنا بإيه يا رب؟ أني أنا الله قد غفرت لهم جميعا. كل اللي قاعدين عند عم الشيخ أكرم كلهم مغفور لهم. طب فيهم الشيخ محفوظ وفيهم الشيخ إبراهيم، في دين واحد جاي ياكل والتاني جاي يتفرج والتالت جاي يتنجوى والرابع مش عاجبه. ينفع كده تغفر لهم كلهم؟ شوف ربنا يقول ايه: كل من جلس معه او نظر اليه او استمع اليهم قد غفرت لهم يا ملائكتي لانهم هم القوم الذي لا يشقى لهم جليس. من مالك الملك. هذه بعض الخواطر الطيبة التي لا يليق أن أتكلم بها في وجود سادة علماء أهل التربية والأخلاق، ولكنها بعض الخواطر التي ساقها لنا حضرة الحق تتمثل التجمع، المحبة، لا فرق بين سائر الطرق الصوفية. احنا جايين برجين من على السنبلاوي، غيرنا جاي من على ابو الشجوع، وغيرنا جاي من على المقاطع. المهم في النهاية ان نصل الى المقصود، وهو من؟ اسمعني: من مالك الملك، من خالق الخلق. الله الله الله. رأيت الله في سري وفي جهري كذا أراه وفي منامي. رأيت الله في ساحات علم تقود مريدها إلى الأمام. رأيت الله في حجاج بيت أقاموا بالديار وبالخيام. فمن وهب الضياء لنور عيني، فمن وهب الضياء لنور عيني ومن جعل الصلابة في عظامي. اللهم صب علينا الرحمات. كل واحد يرفع ايديه كده، يمكن واحد ربنا يمضي المساكين معاه، يمضي للمساودي. عظمة الدعاء في جماعة، عظمة الدعاء في جماعة. لربما نظر الله إلى بعض خلقه فاستجاب له فاستجاب للجميع. اللهم صب علينا الرحمات وأنزل علينا البركات واغفر لنا الخطيئات وكفر عنا السيئات. يا سامع الدعاء يا قابل الرجاء يا سامع النداء أجب دعوتنا، اغسل حوبتنا، فرج كربتنا، اعلي كلمتنا، اجعلها دولة الصالحين، اجعلها دولة الصالحين، اجعلها دولة الاولياء. مكن للاولياء يا كريم يا الله، يا باسط يا الله، يا جامع يا الله، يا جامع يا الله. اجمع بين القلوب والارواح. اللهم اجعل هذه الساحة ساحة مباركة، سخر لها الرجال وأيدها بالعلم والنور والمال بفضلك يا ذا الفضل العظيم. وكل ساحات الصالحين بجودك يا جواد يا الله، يا عالم الأسرار، يا حي يا غفار،
تقبل دعوتنا، اغسل حوبتنا، فرج كربتنا، اعلي كلمتنا يا كريم. امن مصر وارضها من الكائدين والحاقدين والمنكرين يا الله. اللهم من اراد بهذه البلاد خيرا فاكرمه، ومن حاق بها سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار. احفظ مصر بالاولياء، احفظ مصر بالصالحين، احفظ مصر بالذاكرين، احفظ مصر بالشاربين، احفظ مصر بالعلماء. يا من ترانا ولا نراك، حضر الفتوح وجاء المدد واقبل الاقبال لحل العقد، وانطلق الدجى وافلح الرجاء، وجلي الظلام وجلي الظلام وجلي الظلام، ورفعت الاعلام ودقت الطبول وركبت الخيول، وذهب الحرج وجاء الفرج، وذهب الحرج وجاء الفرج، وذهب الحرج وجاء الفرج. فتح باب الله، وما النصر الا من عند الله. احفظ الحاضرين، احفظ المؤمنين، احفظ نساءنا، احفظ شبابنا، احفظ شيوخنا، احفظ اطفالنا، احفظ علماءنا يا كريم يا كريم يا كريم. انت بالحال عليم. اللهم صل على سيدنا محمد، اصل الشجرة النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وافضل الخليقة الانسانية، صاحب القبضة الاصلية والبهجة السنية والرتبة العلية، وعلى آله واصحابه وزوار هذا المكان والحاضرين يا حنان يا منان، سر النبي الكريم وبسر سادتنا وبسر أسرار الفاتحة. الله كريم. إنها لنفحات وكلمات موصولة من قلب موصول برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل استشعر بهذا بتجليات وأنوار متدفقة، فهذه نفحات الليالي محمدية من رجال الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فلعل كل منا بهذه الخواطر من سماحة مولانا الشيخ محمد فودة أن يتذكرها ويعمل بها ويراجع كل منا نفسه، كل في موقفه، كل في همته، كل في طريقه، كل في مسلكه، يراجع هذه الخواطر، يقف عند كل خاطرة وينظر إلى نفسه
هل هو متحقق فيها أم لا، قادر عليها أم لا، ويعمل بها. فاللهم مده بمدد من عندك يا الله، وزد من فيوضاته على قلبه يا الله. اللهم اجعله وإيانا موصولين بحضرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله صحبه وسلم. اللهم مد له يا كريم يا الله في الأنوار والأسرار والفتوحات، وافتح عليه فتوح العارفين بك يا الله، واجعله يا كريم يا الله مدد لنور من نور النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفع به جميع المسلمين يا الله. اللهم وانفع به ومشايخنا يا كريم يا الله. اللهم مد له وانفعه وزد من بصيرته يا الله، واجعله واصلا موصولا بحبيبك المصطفى إليك وإيانا وبسر ثواب. فاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شيخ الطريق وإمام التحقيق سيدي إبراهيم الدسوق القرشي، صاحب الفرح سيدي عقيل مظهر، شيخنا ومربي أرواحنا سيدي محمد أكرم لهم منا الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، سيدنا النبي. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت نبينا، أما الدليل إذا ذكرت شفيعنا نزلت دموع العاشقين تسيل. يا رسول الله ويا سندي، أنت المقصود ومعتمدي. كل الأبواب لقد غلقت يا نبي، أنت باب الأحد الصمد. يا رسول يا سندي، كل الأبواب لقد غلقت يا نبي، أنت باب الأحد الصمد. يا رسول الله يا سندي، أنت المقصود ومعتمدي. كل الأبواب لقد غلقت،
أنت باب الأحد الصمد يا الله يا سند أنت المقصود ومعتمدي كل الأبواب لقد غلق أنت باب أحد الصمد يا رسول الله تولنا وادخلنا لساحتنا مولانا يا رسول الله تولنا وادخلنا لساحة مولانا حدثنا سر وإعلانا إياك المصدر والمدد الله يا سند أنت المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلقت أنت باب أحد الصمد يا رسول الله فهذبنا والبعد حجاب يعذبنا يا رسول الله فهذبنا والبعد حجاب يعذبنا من أجل الله فقربنا واسقينا البلسم والشهد يا رسول الله يا سند أنت المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلقت أنت باب أحد الصمد يا رسول الله محبنا ولأهل البيت مودنا يا رسول الله محبنا ولأهل البيت مودنا ولفضل الله مساكنا أشفع للوالد والولد رسول الله يا أنت المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلقت أنت باب أحد يا رسول الله فطببنا ولأهل البيت فحببنا يا رسول الله فطببنا ولأهل البيت فحببنا ولفضل الله فقربنا واسقينا البلسم والشهد يا رسول الله يا سندي أنت المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلق يا نبي أنت باب أحد الصمد أنت الحنان وأرأف بي من عطف الوالد
الولد أنت الحنان وأرأف به من عطف الوالد بالولد يا حافظي من كل أذى حفظ الأشبال مع الأسد يا رسول سندي المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلق يا نبي أنت باب أحد صبر ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء سرى طاهر الأخلاق والشيم يا رسول الله سندي المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلق يا نبي باب أحد صمد أدعج العينين يا محبوبي ذكره خمري ومشروب أدعج العينين يا محبوبي ذكره خمري ومشروبي من يحقق لي يا مطلوبي زورة الفيحاء ولمس يدي يا رسول يا سندي المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلقت أنت باب أحد الصمد وصلاة الله على طه وسلام فاق عن العدد وصلاة الله على طه وسلام فاق عن العدد الهادي الزين محمدنا والآل وما للدين هدي يا رسول الله يا سندي أنت المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلق يا نبي أنت باب الأحد الصمد الله حبيبي